اوه، انت قفشتني وانا قاعد بضيع وقت. عارف، تعال اقول لك حاجه. ثانيه واحده بس اغير هدومي. ايوه كده احسن. طيب لو انت شخص كسلان زي كده وبتضيع وقت كتير، ركز معايا عشان انا هقول لك على قاعده مهمه جدا هتنفذها في حياتك. والقاعده دي اسمها قاعده الدقيقتين، وهي متقسمه لنصين. اقول لك، تعال ننزل. النص الاولاني بيقول لك لو الحاجه هتاخد منك اقل من دقيقتين ابدا فيها حالا. يعني لو عايز تغسل الاطباق بعد ما تخلص اكل اغسلها دلوقتي، لو عايز تنزل الزباله نزلها دلوقتي. الحاجات الصغيره دي تاخد منك وقت قليل، بس لما تسيبها تتراكم عليك هتاخد منك وقت اكتر وهتكسل تعملها. الدنيا تلج وانا نازل الساعه 7 الصبح اصور لك فيديو، بالله ما يستاهلش لايك وسبسكرايب. النص التاني بقى بيقولك لو حاجه هتاخد منك اكتر من دقيقتين ابدا فيها دلوقتي. اديها دقيقتين بس وانت غالبا هتكملها لوحدك. عايز تروح الجيم يا عم قوم البس وانزل وهتعمل اجمد فورمه. عايز تخلص مذاكره ابدا بس بصفحتين وشوف هتخلص قد ايه، او زي ما انا عملت كده. عايز تصور فيديو شغل الكاميرا وصور. الحاجات دي بتبان كبيره في الاول، بس انت كل اللي عليك تقول لنفسك هما دقيقتين بس وهتلاقي الموضوع خلص. بس كده كانت هي دي قاعده الدقيقتين، وحقيقه لو طبقتها هتفرق في حياتك كتير وهتخليك عفريت انتاجيه وتتخلص من الكسل خالص. يلا سلام.